بعد وحوي يا وحوي وإياحة وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. فأنا في الحقيقة كنت قاصد أنزل الفيديو ده متأخر شوية عشان تكون حاسس بحجم المشكلة اللي انت فيها، فلما تسمع الكلام ده دلوقتي تقوم على طول وتعمل بيه. خلينا نبدأ الفيديو بتاعنا. بصراحة رمضان كده من أكتر الشهور اللي أنا مش بحسبها إن هي من ضمن ثانوية عامة. بمجرد ما يخش عليك رمضان، بمجرد ما تلاقي إن رمضان خلص 30 يوم في النص كده تحس إن هما وقعوا. ومشكلة رمضان إن هما طريقين: يا يعدي عليك وما تحسش بيه خالص، لا من ناحيه بقى ان هو شهر عباده ولا حتى من ناحيه ان انت تلحق تلم حاجه، يا اما الطريق التاني ان انت تكون استفدت منه من كل حاجه، مفيش في النص. طيب ازاي بقى الجا للطريق التاني، او ايه اللي هيوصلني لاخر الطريق التاني؟ هقول لك، انا جاي اقول لك تجربه انا دايما بعملها ولسه لحد دلوقتي بعملها وهي ماشيه، يعني ده معناها ان هي تجربه ناجحه. فتعالى بقى نتفق مع بعض احنا هنعمل ايه من اول ما نصحى في رمضان لحد ما نختم يومنا ان شاء الله. مبدئيا انت لسه صاحي اهو من النوم. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنقسم الناس لشقين. الشق الاولاني وده واحد بياخد دروس اوفلاين، يعني بينزل يحضرها في السنتر، فدوت كل اللي مطلوب منه ان هو طبعا لو عنده اي درس قبل الفطار لازم يحضره في ميعاده. ده مش وقت خالص ان انت تلغي حصه علشان انت تعبان او علشان انت صايم. طب امال ايه الشق التاني؟ الناس الاونلاين. فانا دلوقتي عندي حصه اونلاين، هل انا اشوفها قبل الفطار ولا اشوفها بعد الفطار؟ وانت قاعد كده او انت لسه صاحي، انت ممكن يجي في دماغك ان انت تشوف درس قبل الفطار دوت انت مش هتستفاد منه حاجه، قدرتك على التحصيل هتكون قليله جدا، او ان ده عموما شيء ممل وهيصعب الصيام عليك. الا ان انا جاي اثبت لك العكس خالص. انا كنت بالمناسبه انا كنت اونلاين، كل دروسي الاونلاين انا كنت بعشق ان انا اشوفها قبل الفطار. بتحس دايما ان الوقت بيجري معاك، بتكون الحصه ساعتين او ساعتين ونص، تلاقي ان في ساعتين او ساعتين ونص اتاخدوا من اليوم في حاجه مفيده عليها اجر في الثواب، ومنك كمان ان انت خلصت حاجه من اللي عليك. طيب انت كده شفت الدرس اللي عليك او رحت الدرس اللي عليك قبل الفطار بس، هو ده اللي مطلوب منك. مش مطلوب منك حتى ان انت تذاكر حاجه كمان معاه. احضر دروسك وشوف الدرس الاونلاين قبل الفطار. بعد كده افطر المغرب، وبعد المغرب هتنزل تصلي التراويح وتدعي كتير جدا، وما تنساش نصيبك من الدعاء لان ده الجزء الاهم من ثانويه عامه. طب وبعد ما ادعي وبعد ما اخلص التراويح ارجع بقى. ده اهم وقت في اليوم كله. ليه اهم وقت؟ دوت انت اكتر وقت هتلاقي نفسك فيه مركز في اليوم، اكتر وقت فيه بركه، من اول التراويح لحد صلاه الفجر، من اول التراويح لحد الوقت اللي انت بتتسحر فيه. لو انت قدرت ان انت تقعد الوقت ده كامل متكامل، هو على فكره وقت كبير، من اول الساعه 9 بالليل، التراويح بتخلص 9 في اغلب المساجد، نقوله من اول الساعه 9 لحد ميعاد السحور، يعني لحد الساعه 3 ونص كده ولا حاجه. الكميه من الوقت دي لو انت قدرت ان انت تكفيها كلها في المذاكره بتركيز من غير ما تقوم تذاكر اللي انت اخدته قبل المغرب، اللي هو كان الدرس الاونلاين او الدرس الاوفلاين اللي انت لسه جاي منه، وكمان تقوم مكمل بقى بحاجه قديمه ترجعها، تقوم مكمل بماده كمان تذاكرها في الوقت الصغير ده، وبعد كده تتسحر تصلي الفجر، وبعد ما تصلي الفجر تقرا الورد الصغير بتاعك وتقوم على طول نايم. طب النظام دوت هيخليني اتعايش ازاي مع رمضان؟ مبدئيا انت لما تيجي تحسبها انت كده نمت في حدود الساعه بعد الفجر على طول، يعني 4 ونص 5. مجرد ما انت ما تنام 5 وتصحى تاني يوم تروح درسك او تشوف كمان الدرس الاونلاين اللي عندك، فانت كده بتنجز حاجات كتير جدا، وما بتنساش الورد القرآني اللي عليك، وفي نفس الوقت انت صليت التراويح، وفي نفس الوقت انت ذاكرت وما جيتش على مذاكرتك. ده بصراحة نظامي في كل الرمضانات اللي من أول ما رمضان بدأ يجي فيها في أيام المذاكرة أو في أيام الدراسة. أنا كنت دايما ماشي على المبدأ ده. وعايزك بقى تعوض كل اللي فاتك في المذاكرة وكل اللي انت شايف ان انت قصرت فيه طول الشهور اللي فاتت من أول ما ثانوية عامة ما بدأت. هتعوضه فين بقى؟ في الدعاء في التراويح. خلي بالك انت لو كسلت عن صلاة التراويح وبعد المغرب قلت هقعد في البيت واذاكر، والله ما هتذاكر، لان احنا الشعب المصري كله بعد الفطار اجمل حاجه في الدنيا ان هو يقوم داخل ينام على طول. فخلي بالك علشان الكسل ما ياخدكش في سكته، بعد الفطار على طول انزل صلي التراويح وعوض كل اللي فاتك في الدعاء. ادعي بكل اللي بتتمناه، ادعي بقى ان احسن كليه في الدنيا تجيلك، الكليه اللي انت بتحلم بيها تجيلك، ادعي باي حاجه انت كنت مستني رمضان يجي عشانها. ما تضيعش رمضان عليك وخده في صفك من ناحيه الدعاء ومن ناحيه ان انت تنظم وقتك في المذاكره. اتمنى اكون فدتكم النهارده، واستنوا الفيديوهات الجايه كتير جدا. القناه ديت بادئه معاكم من اول ما انتوا دخلتوا ثانويه عامه لحد ما تطلعوا منها في الكليه اللي انتوا بتحلموا بيها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.